بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة رب المجد يسوع وإرشاد روح القدوس نكمل سلسلتنا أزمة حيرتني لكن آية ريحتني. وكانت الآية هي: إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليست لكم حياة فيكم. المعنى يعطي فهم مخيف. يعني الناس اللي مش بياخدوا جسد المسيح ودمه ملهمش حياة أمام الله في يوم الدينونة، يعني أموات. الميت ميراثه الهوية. الحقيقة افتكرت الكلام دون وأنا كنت في مرة من مرات في وقت الافتقاد، ورحت الأسرة، ولما دخلت الحقيقة استقبلني شاب من ولادنا، وبعدين لقيت مع حد ضيف يعني، وهم الاثنين قاعدين ومنتظرين العشاء اللي بيترص على السفرة في الوقت ده. فالشاب الحلو ده قال لي: يا ابونا الخير على قدوم الوردين، عشان تشاركنا لقمة محبة وكده يعني. وعرفني بصديقه وأنا رحبت بصديقه أهلا وسهلا وكده. لكن هو خلاص لقط الخيط كده وقال لي: حلو قوي يا ابونا انك جيت في الوقت ده، علشان الحقيقة كان في سؤال هو لسه بيسألني عليه وأنا جاوبت على قد ما أعرف، لكن محتاج إني قدسك تيجي يعني توضح الإجابة أكتر. فقلت له: إيه؟ فبص لصاحبه وقال له: أقوله لأبونا زي ما أنت قلته؟ قال له: قول، مفيش مشكلة. فقال لي: بيقولوا أنتوا ناس حلوين وفهمكم حلو ومميزين في حاجات كتيرة، إزاي تقبلوا حاجة إنكم تاكلوا جسد الإله وتشربوا دمه؟ يعني هو مفيش حد بيتذمر على الحكاية دي؟ فقلت له: طيب أنا هجاوبك، بس وأنتوا بتتعشوا وأنا هجاوب. ففعلا حطوا الأكل في الوقت ده. مش هتاكل معانا يا ابونا؟ قلت له: حبيبي أنا لي أكل خاص مرتبط بالدواء، فمش يعني الأيام جاية كتير. وهم بياكلوا كده، وأول ما يعني ابتدى الضيف دون يمد إيده ياكل السلطة، فأنا قلت يعني فرصة الحقيقة هحاول أخلي الموضوع يعني من ناحية فاني ومن ناحية علشان يثبت في الذهن أكتر. فقلت له: حاسب، بصوت عالي شوية كده يعني. قال لي: إيه؟ قلت له: أنت لازم تموت الخيار عشان أنت تعيش، والقوطة تموت علشانك، وبعد شوية كمان هتاكل من الفرخة ولا اللحمة، يعني الفرخة كمان هتموت، والطور لازم يموت عشان أنت تعيش. فكر شوية وبص لي باستغراب كده وبتعجب وقال لي: طب ما دي سنة ربنا. قلت له: سنة ربنا إن حاجات كتير، أحياء كتير يموتوا علشان جسدك يعيش، عشان جسدك يعيش. طب إذا كنت تقابل سنة ربنا دي بارتياح، إن المخلوقات دي كلها، الطيور والأسماك والحيوانات والخضروات، كلهم يموتوا وانت عشان جسدك يعيش، ليه ما قبلتش سنة ربنا ان كمان روحك لها حياة، لها غذاء يعطيها حياة؟ هي سنن ربنا نختار منها اللي على كيفنا، نقبل اللي نقبله ونرفض اللي نرفضه، ولا نقبل كل كلام ربنا مرة واحدة؟ بس كده وفكر وقال لي: ايه يعني الحكاية واضح اني يعني في سبب انا ما كنتش عارفه. فقلت له: عموما يعني الموضوع مش، انا مش هلومك، لان برضه حصل والسيد المسيح بيقول الكلام ده، في ناس ما قدروش يستوعبوا. اللي فهموا قبل فوات الاوان امنوا بيه ونجوا نفسهم ونشروا الايمان لكل العالم، واللي ما سمعوش كلامه ما زالوا هم موجودين لحد دلوقتي، اللي هم شعب إسرائيل في أرض فلسطين. عشان كده أنا هقول لك كمان اللي قاله السيد المسيح في حوار فيه رقي، حوار يوضح. لما السيد المسيح قال الكلام دون، الناس فهموا إيه وفي ناس ما فهموش، وقلنا قبل فوات الأوان. قال: من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. أنا بقرأ الحوار زي ما حصل في إنجيل يوحنا الإصحاح 6. بيقول: لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. حق يعني حقيقي. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. ويكمل يقول: كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيا بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباءكم المن في البرية وماتوا.
من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد. قال الكلام ده في المجمع وهو بيعلم في كفرنحوم. فقال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا أن هذا الكلام صعب من يقدر أن يسمعه. فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا فقال لهم: أهذا يعسركم؟ فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا. الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، ولكن منكم قوم لا يؤمنون. لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه، فقال: لهذا قلت لكم إنه لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يعطى من الآب. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. دول اللي ما فهموش قبل فوات الأوان. فقال يسوع ل12: ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ الكلام مش للهزار، عايزين تمشوا انتوا كمان امشوا. فأجابه سمعان بطرس: يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما. فإذا السيد المسيح في هذا الحوار وضح قوي ان الكلام اللي قاله ده ما كانش كلام للتسلية، لكن كلام للحياة الأبدية. الناس اللي فهموا واقتنوا المعرفة وصدقوه وأمنوا بيه نجوا أنفسهم، والناس اللي ما فهموش وما استوعبوش قبل فوات الأوان هم دول اللي مش هيكون لهم نصيب في الحياة الأبدية. ربنا ينجينا كلنا ويعطي فهم مستنير. لإلهنا كل المجد الآن وكل أوان وإلى ظهر الظهور كلها، آمين.